السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بأفضل الحال. في الفيديو بتاع النهارده هنعمل تورته باردة بدون بيض وبدون قالب وكمان بدون فرن وكمان بكريمة اقتصادية وطعمها حلو جدا. ان شاء الله لو جربتوها هتعجبكم، طعمها حلو جدا وشكلها في منتهى الجمال. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف التورته الحلوة دي هنعملها ازاي. اول حاجة في حلة هضيف لتر من الحليب، وكمان هنزل عليه بمعلقتين كبار او 3 معالق كاكاو خام على حسب نوعية الكاكاو بتاعتكم. ونزلت كمان عليهم ب3 معالق كبار من الدقيق ومعلقتين كبار من النشا ويكونوا مليانين كده على الاخر. وهنزل عليهم بكوبايه من السكر. اقلب الحاجات دي كويس جدا على البارد قبل ما ارفعها على النار عشان ما تتكتلش معايا وتكون الكريمه ناعمه كده وسوفت كده وانا بحشي بيها التورته. وايدنا فيها على طول كده بالمضرب، ما نطلعش المضرب منها عشان ما تعملش معانا تكتلات. واول لما بتربط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده هنزل عليها بمعلقه كبيره من الزبده وكمان مكعبين صغيرين كده من الشوكولاته ما يعادل 50 جرام. وممكن تستغنوا عن قطعه الشوكولاته دي وتكتفوا بقطعه الزبده بس. قلبتهم كده كويس، الزبده والشوكولاته دابوا بحراره الخليط ده او الكريمه. انا كنت طافيه النار. دلوقتي بقى بعد الكريمه ما بردت تماما هحتاج لبسكوت ساده، ده نوعيه البسكوت اللي انا استخدمته. وكمان هحتاج لكوبايه من الحليب الساقع عشان نسقي فيه البسكوت، والحليب يكون ساقع. هجيب كده اول قطعه من البسكوت وابتدي احط عليها بمعلقه شاي صغيره كده من الكريمه وافردها على البسكوته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بسقي البسكوته في الحليب الساقع وبعمل كده حوالي 3 او 4 على بعض بيسهلوا معايا بعد كده. بفردهم بمعلقه زي ما انتم شايفين كده. واللي انتم شايفينها في الفيديو دي صينيه انا حاطه عليها 3 كوبايات عشان اثبت عليهم الكيكه. مش هنحتاج النهارده لا قالب ولا صينيه ولا اي حاجه، هي بس صينيه تكون مطاوله كده او فلانشه او اي حاجه تكون مستطيله تاخد التورته. ودلوقتي وانا بحط البسكوتات لقيت ان الكوبايه بتتحرك معايا، فجبت كده ميه ومليت الكوبايات عشان اثبتهم اكتر وانا برص كده البسكوتات ما يتحركوش معايا. نكمل بقى الشغل بتاعنا، وجبت برده بسكوتايه كده وسقيتها في الحليب الساقع، والحليب يكون ساقع جدا. وكمان الكريمه دي كانت ساقعه وكنت حاططها في التلاجة. انا عملت حته لو خدتوا بالكم منها، البسكوت اللي انا مستخدماه النهارده كان بسكوت رفيع. انا كنت كل مره بعملها بنوعيه بسكوته بتكون سميكه شويه. فالنهارده البسكوته كانت رفيعه فعملنا حيله كده وان شاء الله هتنجح معانا. ان انا بجيب بسكوتايه بسكوتين كده بسقيهم في الحليب والزقهم في بعض من غير كريمه. كانهم يعني ان هما بسكوته واحده بس هي سميكه مش رفيعه. وبرده بعمل عليهم طبقه من الكريمه وبرص بالطريقه دي لغايه لما اكمل كل كميه البسكوت اللي معايا. تاني نعيد الموضوع ده تاني، برده هجيب بسكوتين كده واسقيهم في الحليب والزقهم في بعض قبل ما احط كريمه، وبعد كده بحط عليهم طبقه الكريمه كانهم بسكوتايه واحده بس تكون سميكه يعني شويه. ما فيهاش مشكله لو حطيتوا بسكوتايه بسكوتايه، بس انا حابه تكون طبقات الكيكه كده سميكه عشان تبان من الكريمه. الحليب ده لو دافي هيبوظ لنا البسكوت وهيدوبه كده معانا واحنا بنشتغل. فهو برده خلوا ايدكم خفيفه في الشغل عشان البسكوته ما تدوبش في ايدكم. وهشتغل على نفس النظام ده لغايه لما اكمل كل كميه البسكوت او حجم التورتايه اللي انا عايزاه. وبالشكل ده خلصت حجم التورتايه اللي انا عايزاها. انا عايزاها بالحجم الحلو ده. خلاص بقى هشيل الكوبايات دي مش محتاجاهم، البسكوت ثابت وماسك في بعضه وان شاء الله هيطلع مظبوط معايا. هاخد بقى الصينيه دي وادخلها التلاجة ترتاح لمده من ساعه لساعتين. ويتبقى معايا كده كميه من الكريمه اللي انا كنت بحشي بيها البسكوت. نزلت عليهم بربع كوبايه صغيره من الكريم شانتيه وكمان ربع كوبايه من الحليب الساقع المتلج. ممكن تستغنوا عن الكريم شانتيه وتعملوا بالكريمه دي بس من غير كريم شانتيه. وكمان ممكن نحط مغلف او كيس من اللي هو دريم ويب او الكريم شانتيه اللي في اكياس. وحطيت عليهم كمان نص معلقه كبيره من الكاكاو الخام المر عشان اظبط لون الكريمه وما يكونش فاتح زياده عن اللازم. ضربتهم كده بالمضرب كويس جدا لغايه لما الخليط بقى ناعم وسوفت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وده شكل الكيكه بعد ما خرجت من التلاجة، سبتها ارتاحت في التلاجة ساعتين. هنزل عليها كده بالكريمه اللي احنا ضاربينها دلوقتي، وهبتدي ان انا اوزع الكريمه دي عليها بمعلقه او سباتيولا بالشكل ده. طعمها بيكون حلو جدا وكمان شكلها في منتهى الجمال. وتنفع بقى نعملها في اعياد الميلاد او حتى مناسبه او جايلنا ضيوف، بتكون حلوه جدا ومحدش هيتوقع ان احنا عاملينها بالبسكوت. ومحتاجناش لا فرن ولا بيض ولا زبده ولا سمنه ولا اي ماده دهنيه. وطريقتها سهله جدا وكمان كريمتها دي طعمها في منتهى الجمال. ان شاء الله لما تجربوها هتعرفوا قصدي ايه. هحاول بقى ان انا اظبط الكريمه كده عليها من الجوانب ومن فوق. وهنجيب بقى اي اداه احنا بنظبط بيها التورته او تجيبوا ترانش زي انا ما عملت كده وتبداوا تظبطوا شكل التورته.
وبعد ما خلصت الكيكايه تجليس كده وزعت عليها كل كميه الكريمه، تبقى معايا شويه كريمه، حطيتهم في كيس حلواني وبالتبه اللي هي النجمه، وابتدي اعمل زي سور كده عليها من فوق او اي شكل انتوا بتفضلوه. ده بقى صوص شوكولاته كان عندي في التلاجة، وطريقته سهله جدا. هو مقدار من الشوكولاته الخام عليهم مقدار من الحليب اللي بيغلي، وبقلب الحاجات دي كويس جدا جدا كده من غير نار لغايه لما الشوكولاته بتفك معايا في الحليب اللي بيغلي، وبتكون جهزت معايا شوكولاته وحطيتها في التلاجة لغايه لما بردت تماما، ونزلت بشويه منهم كده على الكيكه. بدخلها التلاجة واسيبها حوالي ساعة لغاية لما تتماسك معايا قبل ما بنقطعها. وده بقى شكل الكيكاية بعد ما خرجت معايا من التلاجة، وقعدت معايا في التلاجة برضو حوالي ساعة او نص ساعة، مش هتفرق كتير. هنقطع بقى كده حتة قدامكم. اول حاجة هنقطع مربع، وبعد كده هنعمل المربع ده مثلث عشان تشوفوا الطبقات بتاعة البسكوت من جوه. وبجد كل اللي شافها ما كانش مصدق ان دي معمولة من البسكوت، وكمان خفيفة جدا. يعني على الرغم من كمية الكريمة أو طبقة الكريمة التقيلة اللي عليها دي، إلا إن الكريمة بتاعتها خفيفة جدا، أخف كمان من الكريمة اللباني والكريم شانتيه. جربوها بجد هتعجبكم. وبكده بيكون خلص معانا فيديو اليوم. اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، وكمان كيكة النهارده تكون عجبتكم، واتمنى كمان تجربوها وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. مستنية رأيكم. وحابة افكركم لو انتوا جداد على القناة تنزلوا تحت الفيديو تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم اشعارات بالفيديوهات الجديدة.